ده أول جزء من سلسلة أفلام ثور، واللي هنتعرف فيه على قصة ثور وأخوه لوكي من البداية. ولو عايزين باقي الأجزاء اكتبوا لنا في الكومنتات، وساعدونا نوصل الحلقة دي ل 3000 لايك، واشترك في القناة علشان قربنا نوصل ل 100000 مشترك. ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. بيبدأ الفيلم بإيريك وجين ودارسي، وبنعرف إن هما بيدرسوا علوم الظواهر الطبيعية، وبيكونوا في رحلة استكشافية في الصحراء، وفجأة بتحصل عاصفة قوية جدا وبيظهر ثقب في السماء. ووقتها جين بتطلب من دارسي إن هي تتحرك بالعربية ناحية العاصفة، وده علشان جين تقدر تصور الظاهرة دي وتسجلها. وفجأة بيلاقوا نيزك بينزل على الأرض، وساعتها دارسي بتخاف من المنظر وبتقرر إن هي ترجع بالعربية، لكن جين بتمنعها وبتمسك عجلة القيادة، وده علشان تخليها تكمل في طريقها. وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما فجأة بيظهر قدامهم شخص من العدم، فبيخبطوه بالعربية من غير ما يقصدوا، وبعدها بينزلوا علشان يطمنوا عليه. وبتطمن جين لما بتلاقيه لسه عايش ولكنه بيكون فاقد للوعي، وبتكون جين مستغربة وعايزة تعرف المكان اللي جه منه الشخص ده. وعلشان نعرف المكان اللي جه منه الشخص ده بنرجع بالزمن لسنة 965 قبل الميلاد. وفي الوقت ده سكان كوكب الأرض بيكونوا عارفين إن هما مش لوحدهم في الكون، وإن في كواكب حواليهم بيكونوا فيها ملوك بيحموا الكون، وإن في برضه مجموعة من الكواكب التانية اللي بيكون عليها الأشرار، وبيكون الملك لوفي ملك كوكب الجليد واحد من الأشرار اللي في الكون. وفي يوم بيهجم لوفي وعمالقة كوكب الجليد على كوكب الأرض، وبيقدروا يحولوا معظم كوكب الأرض لكتلة من الجليد. ولكن بيظهر لهم الملك أودين ملك كوكب أسجارد، واللي بيكون واحد من الملوك اللي بيحاربوا الشر في الكون. وبيشتبك جيش أودين وجيش لوفي مع بعض في معركة قوية ما بينهم هما الاتنين، وبيقدر أودين وجيشه إن هما ينتصروا على عمالقة الجليد، وبياخدوا منهم مكعب الجليد الأزرق واللي بيكون هو مصدر قوتهم. وبنعرف إن اسم المكعب ده حجر التسراكت. وبيظهر إن الملك أودين خسر واحدة من عينيه أثناء الحرب، وبعدها بيطرد أودين لوفي وجيشه من كوكب الأرض، وبيرجع على كوكب الجليد تاني. وبيرجع بعد كده الملك أودين على كوكب أسجارد، وبتمر سنين وبيحكي أودين قصة الحرب دي لأولاده ثور ولوكي، وبيقول لهم إن مملكة أسجارد هي اللي نشرت السلام ما بين الكواكب التسعة اللي في الكون، وبيعرفهم إن هم بالنسبة للكون أسطورة كبيرة، وإن الكون كله بيحكي عن انتصاراتهم في حروبهم ضد الشر. وبيقول أودين إن مملكة أسجارد هي الدرع اللي بيحمي الكون، وبيعرفوا إن هيجي يوم واحد منهم هيكون هو ملك أسجارد، وبالتالي هيكون هو المسؤول عن الدفاع عن الكون ضد هجمات الأشرار. وبيقول أودين إن الملك الحكيم عمره ما بيسعى للحرب، ولكنه لازم يكون دايما مستعد للحرب لأنها ممكن تقوم في أي لحظة. وبعد فترة من السنين بيكبر أودين في السن، وعلشان كده بيقرر إن هو يتنازل عن عرش المملكة لابنه ثور. وبيكون أودين عامل احتفال كبير جدا علشان يتوج ثور كملك جديد لمملكة أسجارد. وبتكون الملكة فريجا مرات أودين مبسوطة جدا لأن ابنها هيكون هو الملك. وبيظهر إن لوكي غيران من ثور ولكنه مش بيبين كده، وساعتها أودين بيقول لثور ان هو اداله المطرقة اللي هو ورثها عن اجداده، وده لان المطرقة دي هي افضل صديق لاي ملك بيحملها، وان قوتها ملهاش مثيل، ده غير ان محدش يقدر يشيلها او يتحكم فيها غير الملك بتاعها بس. وبعدها بيكون أودين على وشك ان هو يعلن ثور ملك جديد على أسجارد، ولكن بيقاطعهم صوت قتال بيجي من المكان اللي فيه المكعب الازرق، وبيظهر ان في مجموعة من عمالقة كوكب الجليد بيهجموا على المكان، وبعدها بيستولوا على الحجر الازرق. ولكن بيظهر وحش عملاق اسمه وحش النار، وبيقضي عليهم كلهم في لحظات معدودة، وبعدها بيرجع الوحش ده لمكانه تاني. ولما بيوصل أودين واولاده للمكان بيكون ثور متضايق جدا، وده لان لوفي ملك مملكة الجليد نقض الهدنة اللي ما بينهم، وبيكون ثور عاوز يهجم على كوكب الجليد ويدمره. فبيقول له الملك أودين ان هو بيفكر كمحارب وبس، وبيفهم أودين ان ده مش هجوم من لوفي، وان الهجوم ده حصل من وراه، وده لان المجموعة اللي هجموا على المملكة عددهم قليل جدا. وبيقول لهم ان هو هيعرف الثغرة اللي دخلوا منها للمملكة وهيقفلها، لكن ثور برضه بيفضل لسه متعصب، وبيقول ان هو هيعلن الحرب على مملكة الجليد بصفته ملك أسجارد. فبيفاجئ أودين ان هو لسه ما بقاش الملك، وان هو مش من سلطته ان هو يصدر اوامر في المملكة. وبعدها بيكون ثور قاعد في اوضته وهو متضايق جدا، وبيجي اخوه لوكي وبيحاول ان هو يهديه، ولكن بيظهر ان ثور لسه مصمم على رأيه، وبيكون عاوز يروح لكوكب الجليد. وفي اللحظة دي
دي بيجي اصحاب ثور وبيقول له واحد منهم اسمه فول ان اللي هو بيفكر فيه ده انتحار، وبيأكد صاحبهم فاند على كلام فول، وبيقول لثور ان كوكب الجليد فيه عمالقة اقوياء جدا، وبتتدخل صاحبتهم سيف للكلام وبتقول ان القتال مع كوكب الجليد ممنوع اثناء الهدنة. اما هوجين صاحبهم الرابع فبيسكت وما بيتكلمش، فبيقرب منهم ثور وبيفكرهم ان هم خاضوا حروب كتير جدا سوا، وان هم الخمسة ممكن يهزموا اي حد يقف في طريقهم، وبيقدر ان هو يقنعهم يروحوا معاه على كوكب الجليد. وبعدها بيتحركوا كلهم وبيروحوا عند هيمدال حارس بوابة مملكة اسجارد، واللي بيكون متضايق جدا وبيكون عاوز يعرف ازاي سكان مملكة الجليد تسللوا للمملكة اثناء الوردية بتاعته، وعلشان كده بيفتح بوابة المملكة لثور، وبيفتح لهم كمان الجسر اللي هيوصلهم لكوكب الجليد. وبعدها بيوصل ثور واخوه لوكي واصحابهم لكوكب الجليد، وهناك بيقابلوا الملك لوفي، وساعتها ثور بيسأله هو ازاي اتجرأ وخلى جنوده يتسللوا لمملكة اسجارد، فبيبص له لوفي بسخرية وبيقول له ان مملكة اسجارد مليانة بالخونة، وبيطلب منه ان هو يمشي لان هو لسه صغير ومش عارف نتيجة اللي هو بيعمله ده ايه. فساعتها لوكي بيقرب من ثور وبيقول له ان الافضل ليهم ان هم فعلا يمشوا لان عمالقة الجليد عددهم اكتر منهم بكتير. فبيقتنع ثور بكلامه وبيقرر ان هو ياخد صحابه ويمشوا، لكن لوفي بيستفزه وبيقول له ان هو مجرد ولد صغير وبيحاول يثبت ان هو يستحق عرش المملكة. فبيتعصب هنا ثور وبيضربه بالمطرقة وبيحدفه بعيد. وبعدها بيشتبك ثور واصحابه مع عمالقة الجليد في معركة شرسة، واثناء القتال واحد من عمالقة الجليد بيمسك ايد فول، وساعتها فول ايده تحرق وبيحس بألم شديد، فبيحذر فول اصحابه علشان ما يخلوش حد من العمالقة يلمسوهم. وفي اللحظة دي واحد من عمالقة الجليد بيمسك ايد لوكي، وبيستغرب لوكي جدا لما بيلاقي ايده ما بتتحرقش ولكنها بتتحول للون الازرق، وبتكون دي زي لون بشرة عمالقة الجليد. ولكن لوكي ما بيهتمش في اللحظة دي وبيكمل في القتال، وبنعرف ساعتها ان لوكي بيستخدم قوة السحر وان هو بيغير شكله زي ما هو عايز، وبيقدر ان هو يخدع مقاتلين كوكب الجليد وبيتفادى هجماتهم. وفي نفس الوقت ده ثور بيستخدم المطرقة وبيدمر بيها عدد كبير جدا من عمالقة الجليد، وساعتها بيستغرب لوفي من قوة المطرقة. وبعدها بيتجمع عدد من العمالقة حوالين ثور، فبيرفع ثور المطرقة للسماء وبتخرج منها صاعقة كهربائية بتدمر كل عمالقة الجليد اللي حواليه. وفي اللحظة دي اصحاب ثور بيقاتلوا العمالقة بكل قوتهم، لكن العمالقة بيحاصروهم من كل مكان لان عددهم كبير جدا، وما بيكونش قدام اصحاب ثور حل غير ان هم يهربوا، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا قدامهم وحش ضخم جدا وبيكون على وشك انه يهجم عليهم. ولكن فجأة بيظهر ثور وبيطير في الجو وبيقدر ان هو يخترق جسم الوحش ده وبيخلص عليه. وبعدها ثور بيبتسم لان هو انتصر على عمالقة الجليد لوحده، لكنه بيتصدم لما بيلاقي الملك لوفي واقف وراه. وهنا بيوصل الملك اودن وبيقف قدام لوفي وبيقول له ان ابنه متهور ومش عارف هو بيعمل ايه، وبيطلب منه ان هو ينسى اللي حصل ده مقابل ان هو هينسى ان رجالته تسللوا لمملكة اسجارد. لكن لوفي بيرفض وبيقول له ان هو ومملكته لازم يدفعوا ثمن اللي ابنه عمله. وساعتها اودن بيضرب لوفي ضربة قوية وبياخد ثور واللي معاه وبيهربوا من المكان وبيروحوا بسرعة على المملكة. واول ما الملك اودن بيوصل للمملكة بيزعق لابنه وبيتهمه ان هو اناني ومتهور وما بيفكرش في مصلحة المملكة، وان بسبب تهوره ده كانت هتحصل حرب كبيرة وهيروح ضحيتها عدد كبير جدا من الابرياء. وبيتفاجئ اودن ان هو بيقول له ان هو كبر في السن وان قراراته كلها بقت غلط، فبيقول له اودن ان هو عنده حق وان قراراته كلها كانت غلط، وان اكتر قرار هو غلط فيه ان هو قرر ان هو يخليه ملك من بعده. وبعدها اودن بيجرد ثور من قوته وبينفيه على كوكب الارض علشان يعاقبه. وبعدها اودن بيمسك المطرقة وبيعمل عليها تعويذة وبيقول ان مفيش حد هيقدر يمسكها غير شخص يكون مؤهل ان هو يشيلها، وبعدها بيرميها ورا ثور على كوكب الارض. وفي الوقت الحالي بيفوق ثور وبيفضل يدور على المطرقة زي المجنون، وبينده على هيمدال علشان يفتح له الجسر ويرجعه تاني لمملكة اسجارد، لكن مفيش حاجة بتحصل، وده بيخلي ثور يتعصب جدا، فبيتخاف منه دارسي وبتكهربه، فبيفقد ثور الوعي وبيروحوا بيه على المستشفى. وتاني يوم بيفوق ثور وبيهجم على كل الموجودين في المستشفى وبيضربهم لحد ما بيجي دكتور وبيحقن ثور وبيخليه يفقد الوعي. وفي مكان تاني في نفس الوقت بيكون في شخص ماشي بعربيته وبيلاقي حفرة كبيرة وبيكون فيها مطرقة ثور، فبيقرب منها وبيحاول ان هو يشيلها من مكانها ولكنه ما بيقدرش، وكلهم بيحاولوا ان هم يحركوها من مكانها لكن محدش فيهم بيقدر. وفي اللحظة دي بيظهر واحد اسمه كول وبيظهر ان هو بيشتغل لحساب منظمة حكومية وبيتصل على الرؤساء وبيعرفهم باللي بيحصل هنا. وفي الوقت ده في مملكة اسجارد بيكون لوكي واقف قدام المكعب الازرق وبيمسكه وبيتصدم لما بيلاقي جسمه بيتحول
الازرق وانه بقى زي سكان كوكب الجليد. وساعتها الملك اودين بيدخل عليه فبيساله لوكي ايه اللي بيحصل دلوقتي، وبيكون لوكي فاكر ان هو اتصاب بلعنه، لكن الملك اودين بيقول له ان هو مش من سكان مملكه اسجارد، وبيحكي له ان هو لقاه في كوكب الجليد بعد الحرب اللي حصلت زمان. وساعتها اودين اتعاطف معاه وقرر ان هو يتبناه. فبيتصدم لوكي لما بيعرف ان هو مش ابن اودين، وان هو ده السبب اللي خلى اودين يفضل ثور عليه، وده بسبب ان لوكي من سلاله كوكب الجليد. فساعتها اودين بيزعل لان هو صارح لوكي بالحقيقه لدرجه ان هو بيتعب وبيقع على الارض. وبنرجع لثور في الوقت ده واللي بيكون قاعد في المطعم مع إيريك وجين ودارسي، وبيسمع بالصدفه ان اتنين بيتكلموا عن مطرقه غريبه، وبيقولوا ان المطرقه دي محدش قادر يحركها من مكانها. فبيروح لهم ثور وبيسال عن مكانها، وبيتحرك بسرعه علشان يروح على هناك. وبتكون جين عايزه تروح معاه ولكن إيريك بيمنعها، وده لان هو خايف عليها من ثور لان هما ما يعرفوش عنه حاجه. فبيودعها ثور وبتكون جين مبسوطه جدا، ولما بيبعدوا عن بعض بتفضل بص عليه لحد ما بيختفي من قدامها. وبعدها بترجع جين على البيت وبتتصدم لما بتلاقي كول ورجالته بياخدوا كل المعدات بتاعتها، فبتتخانق معاهم وبتحاول ان هي تمنعهم، لكن كول بيفهمها ان هو تبع مؤسسه حكوميه وان التجارب اللي هي بتعملها ممكن يكون فيها خطر على البلد، وعلشان كده هم هياخدوا كل المعدات دي وهيصادروها. وبنرجع لمملكه اسجارد وبيكونوا اصحاب ثور رايحين يقابلوا الملك اودين علشان يستسمحوه ويطلبوا منه ان هو يرجع ثور للمملكه، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا لوكي قاعد على العرش، وبيقول لهم ان ابوه تعب ودخل في غيبوبه وان امه قاعده جنبه بتراعيه. فبيطلبوا منه ان هو يصدر امر ويرجع ثور للمملكه، لكن لوكي بيرفض وبيتحجج ان هو مش عاوز اول امر ليه كملك يكون ضد رغبه ابوه. وبيظهر ان اصحاب ثور مش مصدقين كلام لوكي، وده لان هم عارفين ان لوكي دايما بيغير من اخوه ثور. وساعتها لوكي بيتعامل معاهم بطريقه وحشه جدا، فبتتعصب سيف وبتكون عايزه تهجم عليه ولكن فاند بيمنعها. وبعدها لوكي بيكون مع امه في اوضه ابوه، وبيسال لوكي امه هو ليه ابوه كذب عليه، فبتعرفه ان ابوه محبش يخليه يحس ان هو مختلف عنهم، وبتفهمه ان هو ابنهم وان هو من عيلتهم عادي جدا. وبتقول له ان هو لازم يكون واثق ان ابوه هيفوق من الغيبوبه وان اخوه ثور هيرجع للمملكه تاني. فبتتغير ملامح لوكي ساعتها وبيظهر ان هو مش عاوز ثور يرجع تاني. وبتكمل الام كلامها وبتقول ان هي عارفه ان اودين بيكون ليه هدف وراء افعاله، وان هو اكيد بعت ثور للارض علشان حاجه معينه. وبنرجع لكوكب الارض وبيظهر ان جين بتكون قلقانه على ثور وبتروح تدور عليه لحد ما بتشوفه بالصدفه في الشارع. ووقتها ثور بيدخل محل حيوانات وبيطلب من صاحب المحل ان هو يديله حصان علشان يروح بيه لمكان المطرقه. فبيستغرب صاحب المحل من كلامه، فبتتدخل هنا جين وبتنده على ثور، وبعدها بتاخده في عربيتها وبيروحوا سوا على مكان المطرقه. وبيوصل لمكان المطرقه بالليل وبيظهر ان الحكومه اتحفظت عليها وان في جنود موجودين في كل مكان وان في علماء بيعملوا دراسات على المكان، وده علشان يعرفوا ايه السبب اللي خلى المطرقه تنزل هنا ومحدش عارف يحركها لحد دلوقتي. وفجاه بيهجم ثور على المكان وبيضرب كل الجنود اللي موجودين في المكان لحد ما اخيرا بيوصل للمطرقه، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي نفسه مش قادر هو كمان يشيلها، وهنعرف ليه قدام. فساعتها بيحبط ثور جدا وبيستسلم لرجاله الجنرال كول اللي بيقبضوا عليه. وبعدها كول بيحقق مع ثور وبيساله عن المكان اللي هو اتدرب فيه، وبيكون كول فاكر ان ثور بيشتغل لحساب منظمه اجراميه، ولكن ثور بيكون حزين جدا وما بيقدرش يرد عليه. فبيقول له كول ان هو هيمشي وهيرجع له تاني. وبعد ما بيمشي كول بيتفاجئ ثور ان لوكي جاي يزوره علشان يبلغه ان ابوه مات، وبيكذب لوكي على ثور وبيقول له ان ابوه مات بسبب زعله منه. فبيحس ثور بالذنب وبيكون عاوز يرجع للمملكه تاني، وده علشان يكون جنب امه ويعتذر لها على كل اللي هو عمله. لكن لوكي بيفهمه ان هم عملوا هدنه مع كوكب الجليد، والشرط الوحيد لاستمرار الهدنه ان ثور ما يرجعش تاني لكوكب اسجارد. وطبعا لوكي بيكون كذاب، وده بسبب خطه في دماغ لوكي هنعرفها قدام. وبيقول له كمان ان امه رافضه ان هو يرجع للمملكه، فبييأس هنا ثور وبيحس بحزن شديد. وبعدها لوكي بيودعه وبيمشي، وبيروح لوكي عند المطرقه وبيحاول ان هو يحركها من مكانها، ولكن هو كمان بيفشل. فبيتضايق لوكي وبيرجع لمملكه الجليد، وهناك بيقابل لوفي، وبنعرف من كلامهم ان لوكي هو اللي ساعد رجاله لوفي قبل كده ان هم يتسللوا لكوكب اسجارد، وان هو عمل كده علشان يوقف حفله تتويج ثور كملك. وساعتها لوكي بيعمل اتفاق مع لوفي وبيقول له ان هو هيخليه يتسلل لغرفه اودين ويقتله، وبيقول له كمان ان هو هيرجع له المكعب الازرق، وده علشان لوكي يستولى على عرش مملكه اسجارد، وفي نفس الوقت يكون لوفي حليفه ويدافع عنه لو ثور هجم عليه. فبيتحمس لوفي جدا وبيقول له ان هو موافق. وبعدها لوكي بيرجع لمملكه اسجارد، وهناك بيلاقي هيمدال متضايق منه، فبيساله عن السبب
السبب، فبيقول له هيمدال ان هو شافه في كوكب الجليد ولكنه ما قدرش يسمعه وهو بيتكلم مع لوفي، وبيساله هيمدال عن سبب زيارته للاعداء، وبيظهر ان هيمدال شاكك في لوفي وبيرفض لوكي ان هو يجاوبه على سؤاله، وبيعرفه ان هو دلوقتي الملك وواجب على هيمدال ان هو ينفذ اوامره، وبيأمره لوكي ان هو ما يفتحش الجسر اللي بيوصلهم للكواكب لاي حد من غير اذنه. وفي الوقت ده في كوكب الارض ايريك بيروح لكول وبيفهمه ان ثور يبقى المساعد بتاعه، وان هو زعل جدا لما اخذ المعدات من المختبر وعلشان كده هو هجم عليهم. فبيستفسر منه كول عن قوة ثور الرهيبة، فبيقول له إيريك ان ثور بيهتم بلياقته البدنية جدا وبياخد منشطات كتير جدا، ومع ان كول ما بيكونش مقتنع بكلام إيريك ولكنه بيسمح له ان هو ياخد ثور، وده علشان يراقبه ويعرف ايه حكايته. واول ما إيريك وثور بيمشوا كول بيؤمر كل رجالته ان هم يراقبوهم، ولما بيرجع ثور لجين بيقعد معاها لوحدهم وبيعرفها بقصته وبيوريها مكان مملكة أسجارد ما بين الكواكب. وفي الوقت ده في كوكب أسجارد بيروحوا اصحاب ثور لهيمدال وبيعرفوه ان هم عاوزينه يساعدهم علشان يروحوا لكوكب الارض، وده علشان يدوروا على ثور ويرجعوا تاني لمملكة أسجارد، لان هم شاكين ان لوكي بيخطط لحاجة غلط هتدمر المملكة كلها. وساعتها هيمدال بيوافق ان هو يساعدهم وبيفتح لهم الجسر وبيخلوهم يعدوا منه. ولما لوكي بيعرف باللي حصل بيروح لهيمدال وبيقول له ان هو هيعاقبه علشان خالف اوامره، فبيتعصب هيمدال وبيكون عاوز يقتل لوكي، ولكن لوكي بيستخدم قوة الجليد وبيجمد بيها هيمدال وبيحوله لتمثال من الجليد. وبعدها لوكي بيروح يحرر وحش النار وبيأمره ان هو يروح لكوكب الارض ويقتل ثور. وفي اللحظة دي بيوصل اصحاب ثور لكوكب الارض وبيفرح ثور جدا لما بيلاقيهم قدامه، وبيتصدم لما بيعرف منهم ان ابوه لسه عايش. فبيفهم ثور ان لوكي كذب عليه علشان ما يخليهوش يرجع للمملكة تاني. وفي نفس الوقت ده بيوصل وحش النار لكوكب الارض، فبيروح كول ورجالته للمكان اللي هو نزل فيه، لكن وحش النار بيهجم عليهم كلهم وبيكون على وشك ان هو يقتلهم. وبيجي ثور واصحابه وبيهجموا على وحش النار وبتدور بينهم معركة قوية جدا، ولكن وحش النار بيقدر يسيطر على اصحاب ثور، فبيحاول ثور ان هو يمنعه، ولكن وحش النار بيضربه ضربة قوية وبيوقعه على الارض. وفي اللحظة دي المطرقة بتتحرك من مكانها وبترجع لثور، وبيظهر ان تعويذة اودين اتفكت علشان ثور في اللحظة دي كان بيدافع عن اصحابه ضد الشر، وبكده يبقى هو يستحق ان هو يشيل المطرقة. واول ما ثور بيمسك المطرقة قوته بترجع له من تاني وبيهجم على وحش النار وبيدمره. وبعدها ثور بيودع جين وبيقول لها ان هو هيروح ينقذ المملكة وهيرجع لها تاني. وفي الوقت ده بيكون لوفي وعمالقة الجليد بيهجموا على المملكة، وساعتها هيمدال بيسمع صوت ثور وهو بيندى عليه وبيطلب منه ان هو يفتح لهم الجسر علشان يرجعوا للمملكة تاني. فبيستجمع هيمدال قوته وبيقدر يتخلص من قوة الجليد اللي بتسيطر عليه، وبعدها بيقتل 2 من عمالقة الجليد وبيتحرك بسرعة وبيفتح الجسر لاصحابه. وفي اللحظة دي لوفي بيكون وصل لغرفة الملك اودين، وبتحاول فريجا ان هي تدافع عن اودين وتضرب لوفي، ولكن لوفي بيضربها وبيوقعها على الارض وبيقرب من اودين وبيكون على وشك ان هو يقتله. وفجأة بيظهر لوكي وبيقتل لوفي، فبتجري عليه امه وبتشكره علشان هو انقذ اودين، فبيوعدها بعدها لوكي ان هو هيقتل كوكب الجليد كله ويخلص عليهم. المهم ان في اللحظة دي بيوصل ثور للمملكة وبيقول لامه ان لوكي بيكذب عليها، وبيعرفها ان لوكي بعت وراه وحش النار علشان يقتله، ده غير ان هو حط ايده في ايد لوفي وده علشان يخليه يهجم على المملكة. وبيقول لها ان لوكي هو اللي عمل كده علشان يقتل لوفي قدامها ويظهر قدامها كأنه البطل، وبالتالي يكون هو احق واحد بعرش المملكة. فبيتعصب لوكي ان خطته فشلت وبيهجم على ثور وبيضربه، ولكن ثور بيقدر ان هو يسيطر على لوكي. وبيتفاجئ ثور ساعتها ان لوكي بيوجه الجسر ناحية كوكب الجليد، وده علشان قوة الجسر تدمر الكوكب باللي فيه، ولو حصل كده ممكن سكان كوكب الارض يتضروا. فبيضطر ثور يتحرك بسرعة علشان ينقذ سكان كوكب الارض لان هم ملهمش ذنب في اللي بيحصل، وما بيكونش قدامه غير حل واحد وان هو يدمر الجسر بالكامل. وبيكون ثور عارف ان لو الجسر اتدمر مش هيقدر يروح لكوكب الارض تاني، وبالتالي مش هيقدر يشوف جين زي ما هو وعدها، ولكن ثور بيقرر ان هو يضحي بسعادته علشان ينقذ الابرياء. وبعد ما ثور بيدمر الجسر بيحصل انفجار قوي جدا، وبيكون ثور ولوكي خلاص هيضيعوا في الفضاء، ولكن بيجي اودين وبيكون فاق من الغيبوبة وبيمسك ايد ثور في
اخر لحظه، وبيكون ثور ماسك بايده التانيه عصايه لوكي، وده علشان لوكي ما يقعش في الفضاء. وساعتها لوكي بيعتذر للملك اودين، لكن اودين ما بيقبلش اعتذاره، فبيتضايق لوكي وبيحس بالذنب وبيسيب العصايه وبيقع في الفضاء. وفي اليوم اللي بعده اهل مملكه اسجارد بيحتفلوا بانتصارهم، وبيروح ثور وبيتكلم مع ابوه وبيعتذر له ان هو خالف اوامره وما كانش فاهم وجهه نظره، وبيقول له ان هو فخور ان هو ابوه. فبيقول له اودين ان هو قبل اعتذاره، وبيعرفه ان هو كمان فخور بيه لان هو قدر ينقذ المملكه من الدمار. ولحد هنا وبيخلص الجزء الاول. لو عايزين باقي الاجزاء اكتبوا لنا في الكومنتات، وبس اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وكان معاك مندو والسلام.